السلام عليكم. الحلوة ديال هاد النهار خفيفة وسهلة وتوجدوها في الدقائق الأخيرة ديال تحضيرات العيد. كونوا معايا حتى الأخير باش تشاهدوا الوصفة، مكونات وطريقة التحضير. حلوة عبارة على عجينة صابلي ونشكلوها بطريقة يدوية بدون تعب. شوفوا معايا هشيشة كتفتت، وفي النكهة ما نقولكمش، نكهة لذيذة ديال الفاني. على بركة الله نديرو فواحد لو بول ونديرو الزبدة بحرارة المطبخ. الزبدة 160 غرام ديال الزبدة، نضيفو عليها 60 غرام ديال السكر كلاصي اللي هما 5 المعالق كبار مملوءة. نجمعوها بسباتيل، نديرو عليها نص معلقة صغيرة ديال الفانيلا ونضربوها بالضراب الكهربائي، او الا كنتو ديروها بالضرب اليدوي يعني خصها الخدمه مزيان حتى تولي بوماد، يعني تذوب مزيان. زدنا عليها واحد اصفر ديال البيضه وحنا كنجمعو فيها يمتزج لنا الخليط، ولات على شكل بوماد. نزيدو عليها 30 غرام ديال النشا ديال الذره اللي هو مايزينا، 3 المعالق مملوءه، و4 المعالق ديال حليب بودره. اللي هي 27 غرام. نديروها في الغربال دائما باش يكون عندنا لا بودغ تكون ايغي، تكون خفيفه، ما يكونش فيها تكتلات، يعني الحبيبات. صافي بعد ما خلطنا العناصر كلها وبقات عندنا لاباغي، يعني الزبده والعناصر بحال بوماد، نزيدو عليها 250 غرام ديال الدقيق الابيض وضروري نغربلوه. نزيدو شويه بشويه على داك الخليط اللي عندنا، وحنا نحركوه ما بسباتيل ولا بيدنا. يعني في الاول كتكون يكون داك الخليط جاري بزاف، نخدمو سباتيل وحنا بحال اللي كنجمعوها، فوالا بحال اللي نجمعوها بلا ما ندلكوهاش، نبقاو غير نجمعوها. نزيدو الطحين شويه بشويه، تتبان عاد جاريه، يعني خفيفه بزاف. غادي نساليو ديك 250 غرام، غير حنا زدناها على مراحل باش تدخل مزيان مع باش ديك الزبده ومكونات الاخرين كيتجمعوا مزيان. خليت سباتيل، دابا جمعتها بيدي. كتعرفوا عجينه كتكون ديال الزبده ما كترجع ما تلصقش، واخا خفيفه ما كتلصقش. ساليت ديك 250 غرام ديال الطحين، راني كنجمعها غير برؤوس الاصابع، يعني ما قبضتهاش ودلكتها، لا كنجمعها برؤوس الاصابع تنشوفها تجمعات لي، والقوام اللي بغيتو كتكون مرخوفه. صافي كنمر لمرحله التشكيل. باش نشكلها غادي نبقى نقبض ديك العجينه وندير على كوته صغيره، اما كويورات او اوفال بحال هاد الطريقه اللي كنديرها، شويه مستطيلين.
وكنطبعها بالشوكه بلا فورشيت. يعني ساهله الحلوه، ما كتعداش دقائق باش توجدوها. بعد ما كملت العجينه كلها ندخلها الفران. الفران نكونوا سخناه بالطبع، ومن بعد نقصوا فيه على درجة الحرارة متوسطة ونخليوه يطيب. بعد المدة اللي يكون يطيب نوجد انا شوكولا نواغ، ندوبها اللي درتها هنا في لاباراي ديالي اللي انا ديجا كانت عندي فيها الشوكولا. زدت عليها تقريبا 60 غرام ديال الشوكولا نواغ، ودرت طريقة عاوتاني ديال البان ماغي ندوب فيها الشكلاط البيضاء، 60 غرام ديال الشوكولا البيضاء. بعد ما خرجنا الحلوى من الفران نخليوها تبرد. هي ما غاديش تحمر كلها لان ديال الزبده. خدات الطهي المناسب. من بعد غادي نمر باش نشكلها باش نزوقها. غادي ناخدو الشوكولا البيضاء وعندنا حبيبات ديال لي بونبون صغيورين، يعني كنضيفهم على الشوكولا البيضاء، واللي بغى يضيف شي حاجه اخرى يضيف كاوكاو مهرمش، يضيف اللوز، يزوقها باش بغى. انا زوقتها بالحلوى غادي تجي زوينه، الوليدات تعجبهم، وليدات صغار. كنشد واحد الجانب وديال الحلوى ونديرو في الشوكولا البيضاء وندير عليه عاوتاني لي بتي بونبون ونخليها حتى تبرد، حتى يبرد داك الطرف اللي درت فيه الشوكولا بيضاء. عاد نمر للشوكولا السوداء الطرف الاخر باش نديرو في الشوكولا السوداء. وميم طون عندي شوكولا فيرميسيل كحله حتى هي، كندردرها فوق داك الجانب وكنحطو عاوتاني نخليه يبرد. يعني باش ما نوسخوش الحلوى خصها تكون بردت الشوكولا البيضاء، عاد نزوقوها بالشوكولا نواغ، غير باش ما نوسخوش الحلوى. نبقاو على هاد الطريقه حتى نساليوهم كاملين. وانتم تشوفوا معايا شكل زويون والمذاق الفاني، وتبارك الله كتغرم هاد المقدار هذا كيغرم لنا في لا كونتيتي ديال الكاطو. وحنا سالينا نخليوه يبرد مزيان ونديروه في طبق تقديم وبالصحه والراحه. حلوه ساهله ما تاخذش منك دقائق وزوينه في المنظر ولذيذه. نتمنى تشاركوها، نتمنى تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء، وما تنسونيش باللايك والبارطاج. وشكرا على الدعم ديالكم، وبالصحه والراحه.